مفيش وطنيه؟ مفيش احساس بالمسؤوليه؟ عايز تسوق سمعه مصر؟ حد يستجري يمسها بكلمه يا باشا؟ ده انا كنت اولع فيه يا باشا. احنا ناس بنحب بلدنا. هو اللي بيحب بلده يعمل كده برضه؟ هي البلد ناقصاكوا؟ مشكله داخليه، ايه اللي يخليك تدخل فيها تلفزيون اجنبي؟ ما تنطق يالا. يا باشا هو انا هربت بره مصر ولا ايه؟ ده انا وقعت من السما لقيت الاي بي سي دي استلقتني. وبعدين بقى بصراحه لولاها كان السيد رئيس الصندوق لبسني قضيه امن دوله. ومين قال لك مش هتلبسها؟ هو اللي انت عملته ده شويه؟ ليه بس كده يا باشا؟ ده انا وقعت قدام العربيه. اما لو كنت وقعت جوه العربيه كنت عملتوا فيا ايه؟ هو انتوا مثبتين فيا ليه كده يا اخوانا؟ هو انا ههرب؟ سيبوها اما نشوف ايه اخره. انت ايه حكايتك يا؟ في حد مسلطك تعمل كده؟ انا هعترف، انا بشتغل لمصلحه مين يا باشا؟ يا نهار ابوك اسود، انت يالا بتشتغل لمصلحه مين؟ بشتغل لمصلحه ابويا وامي واخواتي يا باشا. انت هتستعبط يالا؟ انت شكلك كده هتتعبني معاك. اتعبك ليه بس يا باشا؟ ما انا عمال احكي لسعادتك من الصبح حكايتي مش عايز تصدقني ومصر تطلعني عامل عامله. باشا انا عايز اقدم بلاغ في السيد رئيس الصندوق. انت كمان اللي هتقدم بلاغ؟ ده انت الجاني يالا، انت نسيت ولا ايه؟ جاني مين يا باشا؟ ده انا ضحيه. اعمل لي بقى شويتين بتاعت انا ضحيه الظروف والكلام اللي ملوش لازمه ده بتاع الناس اللي ماشيهم بطال. لا، من فضل سعادتك يا باشا ما تجرحش كرامتي، انا عارف حقوقي كويس. حقك؟ كسر حقك. الله يا باشا، انا من حقي اتعامل كويس. هو كان حد داسلك على طرف؟ ما تنطق يالا، حد لمسك؟ يا باشا انا لسه هستنى لما اتلمس. بعد اذنك يا باشا انا لازم اكلم المحامي بتاعي، ده محامي شاطر قوي في قضايا حقوق الانسان، وانا بحذركم ما تورطوش نفسكم معاه. هو اسمه ايه بقى المحامي بتاعك؟ اسمه محمد. انا الصراحه مش فاكر اسمه الثلاثي دلوقتي، بس لو هديت شويه كده هجيبه ان شاء الله. والله طب يا سيدي لما تفتكر بقى يبقى تعالى قول لي. لا اهو في التخشيبه لغايه ما يجي له محمد. النهارده واحنا بنفتتح اول مشروع لجمعيه النهضه المراه المهمشه في عزبه خير الله، انا عايزه اشكركم كلكم لان الفكره جت منكم. انتم قدرتوا تثبتوا ان كل ست تقدر تبقى ب100 راجل. انا ما انساش اول مره جيت هنا مع وفد الجمعيه علشان نقدم لكم مساعدتنا. ازاي كلكم رفضتوا وقلتوا بمنتهى عزه النفس انكم مش عايزين صدقه؟ انتوا عايزين اللي يساعدكم انكم تكسبوا من عرق جبينكم. موقفكم ده بهرني وهزني ونورني طريق جديد في عمري. احيانا الناس ما بتبقاش عايزه اللي ياخد بايدها قد ما بتبقى عايزه اللي يمهد لها الطريق. قصدي يعني يشيل منه الحفر والمطبات ويساعدها على المشي. وهو ده اللي احنا عملناه منكم. كل واحده فيكم بقى وشطارتها، اللي هتشتغل اكتر هتكسب اكتر ومكسبها هيروح لها. احنا مش هناخد منه اي حاجه لان احنا مكسبنا الحقيقي هو وجودكم هنا قدام بالفرحه اللي تعملوها. متشكرين. انا باسمي وباسم كل النسوان اللي هنا بنتشكر لك انت وجمعيه المراه المهشمه. المهمشه يا صبريه، لو ان دي ان شاء الله من النهارده لا في تهشيم ولا تهميش. أنا عايزاكم تبقوا فخورين بنفسكم لأنكم ما قعدتوش تبكوا على لبن المسكين وترموا كل حاجة على الظروف والحكومة. لا، انتوا قررتوا تغيروا حياتكم بإيدكم وما قعدتوش تسخروا من حياتكم وقصر وفصل. للأسف ناس كتير بتعمل كده في البلد دي وتعودوا على كده، مع إنهم لو بطلوا يتريقوا ويشتموا في حياتهم وحاولوا يغيروها أكيد حالهم هيبقى أحسن بكتير. واد يا أحمد، قوم يا واد، قوم يا مسغود، قوم يا واد. ايه ياما في ايه؟ قلت لك ما عنديش محاضرات النهارده، سيبيني انام سيبيني انام. طمني على اخوك، قلبي بينغص عليا من الصبح. قوم يا طمني عليا. ياما هو هيما عيل ماله ياما؟ ايه اللي هيجراله؟ يخرب بيت فقرك، بقول لك قلبي مقبوض. والنبي ياما بطلي شغل الخرافات ده، قولي له هات الكرسي وهو هيبقى كويس ان شاء الله. سيبيني انام بقى. يلا يا اللي تتشك في باطك بقى، لو هيما مكانك كان عمل كده انا اقول له قلقان عليك، ده كان قام اتنطر يدور عليك. يوه اديني قمت يا ست، اطمنك ازاي عليه انا؟ اديني واد مسك كول. عرفت المسد كول ياما؟ حاضر. ليه جهله وحياة امك؟ انا لو كان حد علمنا نشغل الموبايل كان زماني حاجه تانية، ما كنتش احتجت لصنفك. تليفونه مقفول يا اختي، تلاقيه في الهرم مع وفد من اللي بينصب عليهم. لا ما راحش السياحه النهارده، ده راح الصندوق. مش تقولي كده ياما،
اكيد مفيش شبكه جوه الصندوق. روح ياما اعمل لنا لقمه ناكلها على مفرد ظهري شويه. طب والنبي وانا مطفحاك النغزه رجعت لي تاني. ربي يجيب العواقب سليمة يا هيما. ربنا يطمني عليك يا هيما. يقدر انت ها انهي ورقه في دول التسعة ترب؟ ده ده واد سمبوسكات، نقبك طلع على شونه كده يا معلم. يبقى عليك 18، قول 20 جنيه. اب بالفلوس. الله، مش طريقه دي يا عم، تقشطتني على الاخر، تلاقيك بتسرق. انت اللي بتتكلم عن السرقه بمنظرك ده، تلاقيك ممسوك نشل. لا اعوذ بالله، اني ممسوك تموين. ايه ده؟ بتغش في رغيف العيش؟ هي ناقصاك انت رخر. يا ريت، هو انا لو كان عندي فرن كنت اترميت الرميه دي. انا اتقفشت عشان ببيع تمر هندي وعرقسوس من غير ترخيص. طب بالذمه التمر عاوز ترخيص؟ اه طبعا عاوز ترخيص. مش تمر هندي يعني مستورد. انت فاكر ايه البلد ماشيه كده من غير قانون ولا ايه؟ ماني ما كنتش اعرف. لو كنت اعرف ما كنت سبت بلدنا. يا راجل دي المرمطه في الارض ارحم من اللي جرالي هنا. يا عليك يا بلدينا، والله قطعت قلبي. ده انت غلبان زينا بقى وانا معرفش. ارزقي يعني على باب الله. طب بص بقى، عشان ظروفك دي هات 10 جنيه والباقي الحبسه الجايه. ناحيه الحبسه الجايه اطمن، كل مره باجي هنا بقضيه. مره عشان بعت كبده، ومره فلنات، ومره شرابات. كل ما ابيع حاجه اتمسك. طب ما تجرب تبيع مبادئك، صدقني والله مش هتتمسك. ايه ما عندكش؟ يلا مش هتخسر كتير. والله انت صعبت عليا يا بلدينا، وعشان ظروفك دي انا هلعبك على سجاير. تاخد سيف؟ لا نلعب شلح. عايز نلعبك شلح في تخشيبه؟ انت باين لك عبيط ولا ايه؟ استمرار الكتب الهدامة دي في المكتبة مهزلة لا يمكن السكوت عليها أبدا. لو سمحت يا استاذ عصام، الكتب دي مش انا اللي بختارها، الكتب دي الاداره التعليميه هي اللي بتختارها، ولو عندك اي ملاحظه وجهها ليهم مش ليا. وانت مستنية تاخدي توجيهات يا أنسة نهان من الإدارة التعليمية؟ لازم تستمعي للنصيحة جيدا وتقفي في صف الحقيقة. في ايه يا اساتذه؟ صوتكم عالي كده ليه؟ في ايه يا استاذه نهاد؟ مفيش يا استاذ ايمن، بس الاستاذ عصام بيعاملني زي ما يكون المكتبه دي بتاعتي مش بشتغل فيها، عاوزني اشيل قصص بتتكلم عن الاساطير اليونانيه. قصدك بتتكلم عن آلهة اليونان والرومان والعياذ بالله، مع إنه لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، بس الكتب دي كلها اساطير وحواديت، واللي كاتبين الكلام ده ناس من عظماء كتاب مصر وموضحين الكلام ده. وإيه ذنب ولادنا إنهم يقروا كلام زي ده كله إلحاد؟ ولاد ايه يا استاذ اللي يقرا؟ ما المكتبه بتنش قدامك اهي. قول له والنبي يا استاذ ايمن، بدل ما هو عاملها قضيه ومكبر الموضوع، ده فين وفين لما بيجي مدرس بالطلبه بتوعه عشان يقروا كتاب. برضه مهما كان لابد من إزالة هذه الكتب لكي لا تقع في يد أحد. يا استاذ عصام الكتب دي مش محرمه طالما بتوضح ان دي اساطير. أنت هتفتي يا أستاذ أيمن؟ انا ما بفتيش. هو مش القران الكريم اتكلم عن الهه المشركين وكان ربنا يقدر يتجاهلهم ويلغيهم؟ وبعدين عندك كتب التاريخ اللي كتبها الائمه العظماء، مش اتكلمت عن الحضارات اللي فاتت ودياناتها ومعتقداتها؟ مش ده ديننا؟ ولا انا غلطان يا استاذ؟